السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير دايما. شفتوا البيتزا الحلوة الأمورة الجميلة الطعمة دي؟ أنا هقول لكم اتعملت ازاي، بس المرة دي مش أنا اللي عاملاها ولا بنتي اللي عملتها، ده جوز بنتي اللي عملها. قال أنا هعمل لكم بيتزاية، وخلي بالكم هو شيف كبير قوي قوي في ايه، في مطعم تركي مشهور. آه دلوقتي هو جاب كيلو الا ربع، المفروض ان هو هيعمل كيلو. هو بس هو ما بيحبش يحط الدقيق الكيلو مره واحده، بينقص منه شويه كده. يعني مثلا حط ايه، كيلو الا ربع، وخلي الباقي ياخد منه حسب ما العجينه تبقى معاه ملمسها ازاي. حط هنا كيلو الا ربع الدقيق، وحط عليه نص باكو بيكنج باودر، ودي كوبايه زبادي، وحط طبعا رشه فانيليا زي ما شفتوا كده. دي كوباية زبادي بلدي، يعني بتديها طراوة وإيه والطعم حلو كده. رج بقى كده كوباية الزبادي بحوالي ربع كوباية مية، وهينزل بقى كده رشة الملح زي ما انتوا شايفين، حوالي ربع معلقة ملح صغيرة بمعلقة الشاي. هيحط كمان ربع معلقة سكر كده، لسه ايه بيحط بقية الملح. هيحط كمان ربع معلقة سكر بمعلقة الشاي. الزيت بقى كده بيقول ايه، لسه مش هنزله دلوقتي. حط كمان كوباية مية، وهيبتدي كده يعجن ويلم في العجينة لحد ما تكون معاه عجينة. بنتي بقى بتحط له، بتزود له مية هنا، فزودت شوية في المية. آه حبت تجود يعني. فهنا نزلت كمان حوالي كده كوباية الا ربع مية، وهيبتدي يعجن فيها. برضو بيقول ايه الخميرة لسه هيحطها كمان، هيحطها اهو. دي حوالي برضو نص معلقة خميرة بمعلقة الشاي، يعني نص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة خميرة. ابتدي يعجن فيهم بقى كده. العجينة حلوة في ايده طرية، بس هو بيحب يخلي شوية دقيق احتياطي. العجينة ربما المية تزيد، ربما يعني الدقيق ما يكونش نوعه يعني من اللي هو بيشتغل بيه. يعني قال هخلي شوية دقيق لو عوزتهم. فهنا عايز بقى الدقيق بياخد كل شوية، بياخد حبة 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 كده، حوالي معلقتين معلقتين، وهينزل كده ويقلب. بيلم بقى العجينة من الجوانب الطبق وكده. لازم يعجن فيها كويس. طبعا هو اللي كان بيتكلم، بس انا ايه اللي منتجت الصوت عشان اكلمكم انا بصوتي. زي ما انتوا شايفين كده العجينة لسه ملزقة في ايده، فهيديها كمان شوية دقيق. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لو لسه معايا لحد دلوقتي حبايب قلبي، فضلا وليس أمرا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دعمونا بلايكات كتير يا جماعة عشان القناة تنتشر، ويعني اعوض ساعات المشاهده اللي اتشالت مني. اعملوا لي اشتراكات كتير وشيروا الفيديو عشان يعني يجيب لي مشاهدات، اعوض شويه الساعات اللي راحت مني. هنا العجينه خلاص كده خلصت كده. يبقى خد كيلو الدقيق، هيدعجن فيها بقى كده. بصوا العجينه حلوه وطريه تحت ايده. لازم يحط شويه دقيق يفرد عليها العجينه كده عشان تروح وتيجي معاه زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقتهم بقى في المطعم. زي ما انتوا شايفين في المطعم التركي بيعملوا البيتزا بالطريقة دي. هو قال انا هعملها لكم النهاردة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. حط كمان رشة دقيق عشان يلم بيها العجينة. العجينة انا كنت بلمسها كانت جميلة وطرية قوي وحلوة، ويعني عارفين عاملة زي الملبن كده، بس يعني عجينة حلوة بصراحة. انا بعد كده هبقى اعملها بنفس الطريقة دي. والجديد بقى التركية الجديدة ان هو حط فانيليا. انا استغربت لما جه يحط فانيليا، انا عملتها كذا مرة ما حطيتش فانيليا خالص. قال لا احنا بنحط رشة فانيليا كده. بصوا العجينة بقت طرية وجميلة. وبعدين بيحطوا بيكنج باودر وخميرة. انا بحط خميرة بس. دي تركته هو بقى.
بصوا العجينة عاملة ازاي معاه، حلوة قوي ومرتاحة وزي الفل. زي ما انتوا شايفين انا كنت بلمسها كده بتبقى عجينة حلوة قوي بصراحة. آه، دلوقتي بقى هيمسكها برضو بايه، سابها شوية ترتاح، بعد كده هيجيبها يفردها تاني عشان يقطعها. هي طلعت 3 قطع، يعني عملت 3 صواني حلوين. لازم يفرد كده على دقيق. شايفين حبايبي عاملة ازاي؟ بيقسمها بقى تبقى ايه، هيقطعها 3 أجزاء، بيعملها كور كده. بعد ما هيعمل ال3 كور ويخدمهم كده، لازم يخدم العجينة طبعا، هيركنهم عشان يرتاحوا قبل ما يفردهم في الصينية. لو لسه معايا يا حبايبي ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة. متابعين الجداد ان شاء الله هتطلع جميلة بإذن الله. هنا بقى جاب الصواني. الصينية دي الأولى حط فيها رشها زيت كده، وهيبتدي يفرد العجينة. طبعا عشان العجينة مرتاحة حلو فهي بتفرد معايا بسهولة، وعجينة حلوة قوي طرية، ويعني مخدومة كويس في العجين وارتاحت. زي ما انتوا شايفين كده بتفرد معاه بسهولة وما بتلمش. بصوا حبايبي هعمل لها حرف كمان، مع انها والله اتعملت بأقل يعني المكونات، بس كانت حلوة قوي في الاخر. عايزاكم تجربوا الطريقة ديت. انا بقى دقتها من ايده، حلوة والله وطعمها زي الفل وجميلة قوي. كده بقى العجينة بتفرد معاه لانها مرتاحة. بعد ما خلص طبعا هيركن دي عشان يعمل التانية. هجيب الصينية التانية وهيفرد بيها برضو العجينة للبيتزاية التانية. زي ما انتوا شايفين كده بقى الكرة التانية لازم يعني يمط كده في العجينة يخدمها. زي ما انتوا شايفين بقى دهن الصينية زيت، هيبتدي يفرد كده. اللهم صل على سيدنا محمد. البيتزا دي اسهل حاجة ممكن تعمليها في عشاء، في فطار، في رحلات، في خروجات، ومش عايزة تجيبي اكل من بره بقى ولا تصرفي، اعمليها كأنك اشتريتي بيتزاية من بره. طبعا هتبقى غالية، لما تعمليها في البيت مش هتكلفك زي ما هتشتريها من بره. بصوا حبايبي دي التانية بقى بيفردها كده. عايزه اقول لكم انها طلعت لذيذه وطعمه وحلوه قوي قوي قوي. بصوا برضو طريقه الصلصه دي، انا يا اما عملتها قبل كده كذا مره، يا اما بدهن وش العجينه كاتشب، يا اما بعمل لها صلصه كده مسبكه، يا اما يعني من اللي هي الصلصه الجاهزه قصدي بتاعت البرطمانات، وبحط لها شويه اضافات وبفردها على العجين. هو بقى كده بشر ايه، طماطمتين، وخد البشر بتاعهم مش القشر كمان، مش القشر لا، اللي هو اللحم الطري بتاع الطماطم. حط لها ربع معلقه فلفل اسود، وحط لها نص معلقه زعتر، وحط لها برضو كده رشة ملح، حط لها معلقتين زيت، وقلبهم. وابتدى بقى كده نخرم في العجينة عشان ما تعلاش وما تقبش في السوا. بصوا حبايبي بقى ابتدي ينزل الصلصة، ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. من حاجات بسيطة وما خدتش وقت وسهلة في العمايل وحلوة قوي. ويعني ممكن تعملي لك بيتزايتين كده، لمي اي حاجة عندك بواقي اكل في التلاجة على حتة العجينة واعملي وتعشي وعشي ولادك. حاجات بسيطة وما كلفتناش كتير. هنا بقى احط حلقات البصل، مقطع البصل كده حلقات، وطبعا مقطع برضو طماطم حلقات، يبتدي بقى يزوق يحط الاضافات زي ما انتوا شايفين. ولا احتاجت تخمر ولا احتاجت يعني هي يا دوبك العجينه ارتاحت بعد ما عجنها وكورها. بعد كده فردها في الصينيه على طول، ويبتدي بقى يرص عليها الاضافات. حطينا حلقات البصل، حلقات الطماطم، ورش فلفل. عايزه تعمليها سبايسي حطي، قطعي فلفل حامي مع بارد او حامي بس، او رومي بس حسب الذوق عندك انت عايزاها ايه. دي بقى كان عاملها بلحمه مفرومه معصجه. كده بقى بيحط ايه اللحمه المعصجه على الوش.
وعمل لنا واحدة تانية برضو بالخضار كانت جميلة أوي وطعمة ما شاء الله. تسلم إيده، تسلم إيده حبيبي حمادة. الله يبارك له يا رب ويسعده يا رب ويصلح حاله يا رب، يصلح لهم الحال اللهم امين، ويهدي سرهم اللهم امين. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده فرد اللحمه المعصجه، وكمان آه، الموتزاريلا كده بيرشها على الوش. طبعا الزيتون اللي انتوا شفتوه بيحطه ولا هو باين لسه ما حطوهوش؟ عامة يعني الزيتون ده عايزه اقول لكم اللي انا عاملاه اهو، الزيتون ده من اللي انا عاملاه والله من السنة اللي فاتت، من الزيتون بتاع الموسم السنة اللي فاتت. زي ما قلت لكم أنا بعمل برطمان كده، بعد ما يعني بقطعه حلقات كده واخلله واخليه للمعجنات للحشوات. هنا بقى اخلص كده الصينية. بصوا دي كانت أول واحدة استوت، عايزه اقول لكم طالعه ريحتها جميله. لا ورشه الفانيليا يا جماعه، رشه الفانيليا تركايه حلوه قوي 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 بصراحه. انا اول مره يعني ادوقها كده بالفانيليا. جميله جميله ومستويه حلو. بصوا شكلها جميل وحلوه طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوها بقى بطريقه الشيف محمد جوز بنتي حبيبي وقولوا لي ايه رايكم. وما تنسوش بقى اللايكات، وما تنسوش تدعمونا باشتراك متابعين الجداد لو اول مره بيشوفوا قناتي. وما تنسوش تدعموني باللايكات وجربوها عن ضمانتي حلوه قوي. مع السلامه.